السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم جدا. لو الزوج والزوجة والأولاد في درجات متفرقة من الجنة هيجتمعوا ازاي؟ قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. صدق الله العظيم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أننا ساوينا الجميع، وليس كثير العمل أنقصناه عمله، ولكن الناقص زدنا عمله ومنينا عليه فأزدناه، فجعلنا الجميع في درجة واحدة. يعني الزوج مثلا في درجة أكثر والزوجة درجة أقل، فربنا سبحانه وتعالى برحمته وتعطفه بيزود الناقص ويخليه الجميع في درجة واحدة حتى تقر أعينهم. ومن هنا بنقول دي أهمية الزوج والزوجة والأولاد الصالحين، وإن أنت تختار زوجة صالحة وفي نفس الوقت تربي أولاد صالحين عشان الجميع يقروا بأعينهم يوم القيامة إن شاء الله. اللهم لا أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.